في موضوع الحقيقه عايز اتكلم فيه، مش قادر استنى لحد ما اصور. انا بيجي لي يوميا تقريبا مكالمات من عملاء يا اما اشترت عقار يا اما بتشتري عقار بناء على معلومات مغلوطه تماما. تحديدا العميل اللي بيشتري علشان يأجر، وبيتقال له ان انت هتأجر بسعر متر غريب. ده منها مشاريع استلام فوري. يعني النهارده السيلز اللي بيعمل كده اتقي الله. يعني انت لو ما عندكش المعلومه روح اعرفها، ولو المعلومه عندك وانت بتعمل كده انت نصاب رسمي، مالكش مسمى تاني، انت نصاب. والعميل اللي بياخد قرار بملايين في حاجه زي كده، يعني فين الهوم ورك بتاع حضرتك؟ النهارده المعلومه مبقاش فيها اسهل منها. يعني افتح دوبيزل، افتح بروبرتي فايندر، اي بلاتفورم موجوده، واعمل فلتر بالمكان اللي انت بتشتري فيه، وشوف جيرانك بيأجروا بكام من المشاريع المشابهه، ولو مشروع استلام فوري شوف التايب بتاعك نفسه بيتأجر بكام. الموضوع بسيط. لانك في عميله كلمتني بتحلم بقى، هي بتشتري مكتب في العاصمه في الحي المالي ب 5-6 مليون جنيه، وبتقال لها انها تأجر ب 1500 جنيه المتر. المشكله ان العميل في الحاله دي بيحصل له كونفيوجن، ان انت بتقول لي بقى علشان توجهني لحاجه ثانيه. فمن فضلك السيلز يتقي الله والعميل يعمل الهوم ورك بتاعه. الموضوع بسيط.